اهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان. اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. موضوع حلقتنا النهارده بنتكلم عن احدى القطع او احدى مقتنيات مقبرة الملك الصغير، وهو مقبرة الملك توت عنخ امون. المقبرة اللي اثارت انتباه العالم كله وعملت ضجة كبيرة جدا. مش هنتكلم عن المقبرة كتير لان احنا اتكلمنا عنها في فيديوز قبل كده. فالحلقة بتاعتنا النهاردة هي خاصة بس باحدى المقتنيات الخاصة بالمقبرة دي، وبنتكلم عن سلسلة ذهب بدلاية. والدلاية دي كانت بتمثل الملك توت عنخ امون صغير، وقد وجدت في مقبرته، وهي نموذج للملك الصغير في وضع الجنين. زي ما احنا كده شايفين في الصورة قدامنا ان الملك بيظهر في هيئة القرفصاء، وده طبعا بيكون وضع الجنين، وهو بيحمل صولجان صغير، والتاج مصنوع في منتهى الدقة، والتاج بيزينه حية الكبرى. المبهر والملفت في السلسلة بقى هو أسلاك الذهب الرفيعة المجدولة بدقة وجمال ومهارة خرافية، وما انكسرش منها أي جزء. وازاي تم صنعها بالرفع ده والقطر الواحد ده منذ أكتر من 3500 سنة. ده بالإضافة إنه لا يمكن لهذا الشكل المجدول إنه يصنع يدويا بالإتقان ده، بالإضافة لشد أسلاك الذهب بقوة كبيرة بتحتاج لمعدات أو أجهزة، يعني مش مجرد بس أصابع الإنسان أثناء جدل أسلاك الذهب. والسلسلة دي علشان تصنع بنفس الشكل والإتقان ده النهاردة بتحتاج أجهزة كهربائية حديثة ومتقدمة جدا لصياغة الذهب. بس كده كانت معلومة على الماشي النهاردة. انتظروني الحلقة الجاية مع رونيتا إن شاء الله بمعلومة جديدة. سلام.